عمرك مثلت انك عيان عشان ما تخشش الدرس؟ او عملت نفسك بطنك بتوجعك عشان تهرب من الحفظ وما تروحش الكتاب او ما تروحش المدرسة؟ صاحبنا دبدوب عمل كده النهاردة عشان يزوغ من الكتاب، بس اللي حصل ما كانش في الحسبان. بدل ما ياخد اجازة ويلعب لبس في حقنة قد كده. تعالوا نشوف ازاي كدبة صغيرة قلبت عليه بوجع كبير. دبدوب كان كسلان النهاردة ومش حافظ اللوح بتاعه. سمع صوت الأولاد رايحين الكتاب يحفظوا قرآن، خاف لا شيخ الكتاب يزعل منه. الشيطان وزه وقال له: اعمل نفسك عيان يا دبدوب، اعمل نفسك عيان يا دبدوب، وقول يا بطني عشان تقعد في البيت وتاكل مهلبية. دبدوب قعد يصرخ: يا بطني، يا بطني، يا بطني، بطني بتتقطع يا حموكشة العمدة، بطني بتتقطع. انا صدقته وجريت عليه وصعب عليا جدا. قلت له: الف سلامة يا دبدوب، مفيش كتاب النهاردة خلاص. دبدوب فرح من جوه وقال: ايه الخطة نجحت، الخطة نجحت. بس استنوا، انا عشان عمدة مسؤول ما سبتوش، بعت جبت حكيم الصحة اللي نظره ضعيف. الحكيم كشف وقال: ده واكل كتير ولازم ياخد شربة زيت خروع طعمها مر جدا، وكمان حقنة عشان يفوق. دبدوب سمع سيرة الحقنة وزيت الخروع عينيه برقت. هو مش عيان اصلا، بس لو قال انا خفيت هيتكشف انه كداب، ولو سكت هياخد حقنة، ولو سكت هياخد حقنة. دبدوب اختار يسكت عشان ما يتفضحش، وبلع شربة الزيت وهو بيعيط وقرفان، وخد الحقنة وهو بيصرخ: ايه يا حكيم، ايه دي خفيفة والنبي. العيال رجعوا من الكتاب لقوا دبدوب وشه اصفر بجد من طعم الدواء المر. لا لعب ولا لعب ولا اكل مهلبية، وقعد طول اليوم بطنه توجعه من الدواء اللي خده وهو سليم. شفتوا يا حبايب العمدة؟ ده سر النهاردة. حبل الكذب قصير ومتعب. لو دبدوب كان راح واعترف انه مقصر كان ممكن يتسامح، لكن الكذبة خليته خد دوا مر وهو سليم. الصدق منجاه والكذب اخرته حقنة. مين فيكم شاطر وعمره ما عمل زي دبدوب؟ يكتب لي في التعليقات انا صادق يا عمدة. واللي عايز يشوف شكل دبدوب وهو بيشرب الدواء المر يستنى الصورة الجاية، يستنى بكرة معانا. وسلام. بكرة الساعة 5، بكرة الساعة 5 حدوتة حموكشة العمدة. وسلام.